كله عم بدور على سيارات لقطة، بس السيارة اللقطة ممكن تكون أكبر مقلب بحياتك وبداية لجورة مصاري ما بتخلص. 3 قطع بالسيارة إذا تعبانين روح كب السيارة بالبحر أحسن لك. رقم 1 الجير أو الفيتيس. جرب السيارة بطلوع بالحماوي، إذا حسيت إنه في نتعة أو فضاوي بالتعشيق اهرب فورا. تصليح الجير الأوتوماتيك اليوم بكلف ثروة، وقطعه الجديدة غالبا مو مضمونة وقليل تلاقي قطع الأوريجينال. رقم 2 الكمبيوتر والحساسات. الكمبيوتر يلي هو عقل السيارة، لهيك لازم تكون انت عينك على التابلو وتتفقد لمبة التشيك انجين اذا كانت ملغية او لا، او اذا في تلزيق على الشرايط تبعها. اذا كان في اي تعديل فهون انت لازم تهرب مباشرة، لانك راح تلف كل ميكانيكية البلد وراح تدفع كشفيات وما حدا راح يعرف المشكلة. رقم 3 الشاسيه وسكك الدوزان. إذا السيارة فاتحة دواليبها أو فيها لحم بالسكك انسى الموضوع، لو شو ما غيرت بالدوزان ولو شو ما اشتغلت بالمخرطة السيارة رح تضل تحدف وتاكل دواليب. ببساطة السيارة الشاسيه تبعها تعبان، لو شو ما عملت مستحيل ترجع مثل الوكالة. نصيحة لا يغرك الدهان الخارجي والفرش والكماليات، الفحص الفني عند خبير هو اللي بيوفر عليك آلاف الدولارات. إذا عجبتك هاي النصائح تابع سوريا موتورز حتى تضل تشوف نصائح بتوفر عليك آلاف الدولارات، واكتب لي بالكومنت شو أكتر شغلة بتركز عليها لما بدك تفحص سيارة.